حاول كده تقنع حد بيك، حاول تقرا افكارك قدامه بصوت عالي، حاول تبرر له، حاول تدافع عن نفسك على قد ما تقدر. عملت كل ده ولسه ما اقتنعش؟ اني اسف. تعالى بقى اقول لك ليه الناس ما بتقتنعش غير باللي عايزه تصدقه. علم النفس بيقول في حاجه اسمها التحيز المعرفي. الناس بتحب تشوف الحاجه اللي تخدم صورتها مش الحقيقه. فالانسان يا عزيزي لا يرى الواقع كما هو، بل كما يحتاج ان يراه. اكبر غلطه بتعملها في حق نفسك انك متخيل انك كل ما تشرح نفسك اكتر كل ما اللي قدامك هيقتنع بيك اكتر. الحقيقه انك بتمرر له كده رساله ان رايه عنك اهم من رايك عن نفسك. خليك فاكر دايما اللي مش عايز يشوف قيمتك الحقيقيه مستفيد. هو مبسوط قوي يا سيدي بفكره انك طول الوقت بتحاول تثبت له، بفكره انك واقف على طول في طابور القبول مستني رضاه بالاخر يعني. فطبيعي يعني ما يقتنعش بيك، هو كده مستريح. وعلشان كده اللي محتاج طول الوقت اقناع علشان يقبلك قربه من حياتك. اللي هيشوفك غلط مهما عملت ده هيفرم اعصابك. قيمتك لا تشرح، قيمتك تلاحظ. علشان كده ما تضيعش عمرك وانت بتحاول تقنع حد بيك. لو في حاجة يعني لازم تضيع وقتك وعمرك عليها انك تكون مقتنع بنفسك. في الاخر اللي عايز يشوف قيمتك هيشوفها، واللي مش عايز يشوفها خرجه من حياتك اكرم لك. انا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي. خليك فاكر دايما في لحظة غير اللي بعدها. سلام عليكم.